ثلاثة شبان، واحد مستخدم واثنان يتابعان دراستهما. جمع بينهما دافع السرقة وكونوا عصابة إجرامية. في البداية استأجروا سيارة وغيروا الترقيم، ثم شرعوا يترصدون المارة في شوارع مدينة المحمدية. اقترفوا مجموعة من الأعمال الإجرامية، سرقوا عددا من الهواتف النقالة بعدما زرعوا الرعب لمن تعرض للسرقة. فإذا بي فوجئت بعنصر ضربني بيدي وخطف لي التليفون وامتطى السيارة. جيت عند رجال الأمن، بقيت معهم على اتصال حتى راهم قبضوا الناس المجرمين ورجعوا لي الهاتف ديالي. لكن التحريات الأمنية بعد تلقي عدد من الشكاوى أفضت إلى جمع معطيات دقيقة مكنت عناصر الأمن من اكتشاف أفراد العصابة. بناء على عمل تقني وعلمي استطعنا نحصل على الرقم الصحيح لهذه السيارة المستعملة في عملية السرقة، وبعد التنقيط تبين بأنها تابعة الوكالة لتأجير السيارات. نسقنا مع السيد المستأجر وعملنا بعمليات حراسة وتتبع لهؤلاء حتى الوقت اللي غادي نسلموا السيارة لصاحب الوكالة. تمكنا من إيقاف السائق ديالها. وسيحال هؤلاء الشبان الثلاثة الذين لا يتعدى عمرهم 30 سنة سيقدمون بعد استكمال التحريات إلى العدالة.